السلام عليكم أعزائي المشاهدين، ويسعد صباحكم ومساءكم وين ما كنتوا عم تتابعوني. معكم بتول من مطبخ بتول خوجة. وصفتنا لليوم هي شوربة الدجاج البيضة، يعني رح نستخدم فيها شوية كريمة. رح نعملها مع بعض بطريقة سهلة وسريعة، ورح تطلع كمان أطيب من شوربة المطاعم. تابعوني للأخير عشان تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بدنا نجيب طنجرة غميقة ورح نحط فيها الدجاج بدنا نستخدمه. أنا مستخدمة فخدة كاملة، وبدنا نغمرها بالمي، وأول ما تظهر الزفرة على الوش بدنا نشيلها. بعد ما شلنا الزفرة بدنا نحط لها بصلة يابسة، وبدنا نحط كمان جزرة، وبدنا نضيف المطيبات اللي هي القرنفل وحب الهال وورق الغار وأعواد القرفة وكمان الفلفل الأسود. بدنا نضيف كمان لها معلقة ملح، كمان بدنا نضيف بهار مشكل أو فلفل مشكل. هلأ بعد تقريبا مرور 3/4 ساعة استوى عندي الدجاج وطلع بهالشكل هاد. اللي مستعجل على الدجاج فيه كمان يحطه بطنجرة الضغط. بعد ما خلصنا سلق الدجاج بدنا ننتقل للمرحلة الثانية. بدنا نجيب طنجرة ونحط فيها معلقتين زيت زيتون أو أي مواد دهنية متوفرة عندكم. بدنا نضيف لها نص كاسة بصل مفروم فرم ناعم. أول ما يدبل عندي البصل بدي أضيف له تقريبا معلقة صغيرة توم مطحون أو مهروس، وبدنا نقلبهم على النار شوي لحتى كمان التوم ياخد هيك لون. وبعدها بدي اضيف لهم فطر مقطع حوالي كمان نص كوب. هلا الفطر اختياري، بس انا كان في عندي فطر متوفر في البراد فحبيت ضيفه كلمسة جديدة على هاي الشوربة. وهلا بدي اضيف حوالي 4 أو 5 معالق طحين. بدنا نحمص الطحين كتير منيح لبين ما يتحول لونه شوي للون بني. وبعدها بدنا ناخد من مرق الدجاج اللي سبق وسلقناه، وبدنا نضيفهم حوالي تقريبا اخدت هون حوالي لتر مي دجاج وضفتها للشوربة. وبعدها ضفت تقريبا كمان حوالي نص لتر مي عادية. هلا صار وقت نضيف الدجاج. انا فصفصت الدجاج من العظم وقطعته ناعم، وهلا ضفته للشوربة. طبعا ما بدنا ننسى تقريبا نص كاسة بقدونس مفروم. البقدونس رح يعطي هالشوربة نكهة كتير طيبة. رح اتركهم يغلوا شوي على النار حوالي نص ساعة لحتى تتداخل النكهات مع بعضها ويتقل قوام الشوربة شوي. وهلا صار وقت نضيف لها كريمة الطبخ. طبعا كريمة الطبخ اختيارية، فيكم كمان تستبدلوها بالحليب. ما رح اضيف كتير كريمة طبخ، ضفت تقريبا حوالي ربع كاسة مشان لاني انا اوريدي صارت عندي الشوربة دسمة فما بدي دسمها كتير. انا تركت الكريمة مع الشوربة حوالي 10 دقايق لاني الكريمة ما بصير تنغلى كتير على النار. وبعدها صارت شوربتي جاهزة. وهلا بدنا نسكبها بطبق التقديم. ما ممكن تتخيلوا قديش الريحة طيبة وقديش طعمتها كمان طيبة. وبدنا نزينها بورق البقدونس، واكيد ما بننسى جنبها الليمون. هاي الشوربة اعزائي المشاهدين كمان مناسبة لشهر رمضان الكريم. بتمنى انكم تجربوها، رح تلاقوها صدقوني اطيب من المطاعم. وشفتوا ما اخذت معنا وقت، كانت كتير سهلة التحضير. مكوناتها متوفرة باغلب الاوقات عنا في البيت. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشاركوه مع اصدقائكم. بشوفكم دايما على خير. كانت معكم بتول من مطبخ بتول خوجة، والسلام عليكم.